الشركات الناجحة دايما بتبهر عميلها وتلبي احتياجاته بصورة تفوق توقعاته. تخيل الشركة اللي انت بتشتغل فيها او بتحاول الانضمام ليها هي عميلك، عليك انك تبهره. كل واحد عنده ايجابيات عليه انه يستثمرها، بس عينه ما تبعدش ابدا عن السلبيات اللي موجودة جواه ويحاول يعالجها. طور نفسك وعالج سلبياتك واستثمر ايجابياتك. الحقيقة دي الإجابة اللي دايما بجاوب بيها الشباب اللي بيسألني إزاي أكون متميز ومحترف في مهنتي. بوابتك للدخول في أي مهنة هي إنك تفهم فنيات عملك عشان تقدر تأدي مهام وظيفتك بصورة تبهر عميلك اللي هو شركتك. يعني مثلا ما ينفعش إن أنا أشتغل في إدارة الموارد البشرية من غير ما أفهم يعني إيه تقييم الأداء، أو أفهم يعني إيه أحدد الاحتياجات التدريبية جوه مؤسسة ما. أو مثلا بشتغل محاسب ومعرفش يعني إيه الدورة المستندية. فبوابتك الأولانية للتميز والاحتراف في مهنتك إنك تكون فاهم كويس جدا جدا فنيات عملك والمستجدات اللي بتطرق عليها علشان تبهر عميلك اللي هو شركتك. كتير من الناس بتبقى فاهمة كويس جدا فنيات عملها، بس للأسف بتخسر كتير من الوظائف اللي بتنضم ليها. الحقيقة ده بياخدنا للمجموعة التانية من المهارات اللي لازم تكون موجودة عند أي واحد عايز يكون متميز ومحترف في مهنته عشان يبهر عميله اللي هي شركته. أنا ما بشتغلش في فراغ، أنا بشتغل بين بشر، فلازم ابقى عارف ازاي اتواصل معاهم بصوره ايجابيه، ازاي اكون ضمن فريق عمل اتحاور معاه بطريقه صحيحه، اتفاوض معاه بصوره ايجابيه، وفي نفس الوقت اقدر ادير وقتي بصوره فاعله. وبرضو لما تواجهني مشكله لازم اكون عارف ازاي احللها وازاي اوصل لمقترحات تحل المشكله عشان اقدر ابهر عميلي اللي هو شركتي. المجموعة الثالثة اللي لازم اخدها في اعتباري اذا كنت مش ناوي اقف محلك سر وعايز اترقى وابني مستقبل متميز في مهنتي، هو اني اتعلم ازاي اكون قائد استطيع اني ادير فرقة عمل بصورة جيدة وفيها كفاءة. فلازم ابقى فاهم يعني ايه مهارات الاشراف، لازم ابقى فاهم يعني ايه اكون قائد فعال، لازم اكون فاهم الاداره بتتم ازاي، العمليه الاداريه بتتم ازاي، علشان لما عميلي اللي هو شركتي اللي انا بشتغل فيها تفكر ان هي تفاضل بين مجموعه من البشر عشان ترقيه مرتقبه، اكون انا على راس القائمه بتاعتهم. استثمر ايجابياتك، عالج سلبياتك، اعتبر الفشل تحدي، احتفل بنجاحاتك. النجاح عمره ما كان صدفة،